السلام عليكم، نتمنى تكونوا كلكم بخير. نلقاكم هذا الفيديو في اتم الصحه والعافيه. واحد السيد مشى في رحله لواحد الغابه كبيره بزاف كاينه في الالاسكا، وكان ناوي يجلس تما 5 شهور. هذا الرحله ما كانش هي اول رحله كيدير. السيد من قبل دار بزاف ديال الرحلات وكان كيرجع لاباس عليه، ولكن هذه المره القضيه كانت مختلفه وما كانش عنده ادنى فكره على شنو كان كيتسناه. السيد قرا الابتدائي وقرا الثانويه، ولكن ما كملش. وصل للجامعه صافي حبس. لقى بان داكشي اللي كان باغي ماشي هو هذاك. قال غادي نتبع الطريق ديال الوالد ديالو كان عسكري، وهذا هو الحافز اللي غيكون ديالو. فعلا سجل في البحريه الامريكيه وربع سنين كلها هو خدام، ولكن في الاخير كيف ما في الحاله ديال الجامعه ما حسش بالراحه وما بغاش حياته تكون هكاك. خرج، تحول من مدينته ومشى لمدينه اخرى، وتما فين غادي يعجبو الحال ويبغي يكمل تما حياته. كان كيمشي للغابه وكيبقى كيصور الحيوانات وكيبيع دوك التصاور. من بعد ما شرا الماتيريال اللي كان غادي يخصو الكاميرا وداك الشيء كامل، كان بدا ولا كيمشي للغابات والمحميات وكيصور من بعيد الحيوانات، ودوك التصاور كان كيبيعهم وكياخذ فيهم الفلوس بحال هكاك مده طويله وهو فرحان وعاجبو الحال بداك الشيء اللي كان كيدير. كل مره كان كيمشي في رحله، شي مرات كتطول وشي مرات كيرجع دغيا. مشى لواحد الغابه جلس فيها، كانت في الجبل وكانت كبيره بزاف. فاش كان غادي دا ليها معاه كاع داكشي اللي يقدر يحتاج، وجلس في ديك الغابه 4 شهور كامله. وهذه كانت اطول مده كيديرها، اطول رحله كيديرها في حياته. وبقوه ما عجباتو وارتاح فيها عاود الرحله الثانيه وبغى يدير نفس الحاجه. غير كان هاد المره ما غاديش يجلس 4 شهور، غادي يجلس كتر، غادي يجلس 5 شهور. كان متحمس وفرحان وكان حاس بزاف ان ديك البلاصه هي المكان ديالو، وما كانش عارف ان غادي يمشي وما عمره غادي يرجع. المهم جمع الماتيريال، جمع داكشي اللي غادي يحتاج، جمع الماكله، الدواء، الخيمه، السلاح، الدوايات، كلشي ما خلى حتى شي حاجه. ديك الساعه خلص واحد السيد باش يوصل تما بالطياره ويرجع. وكان داير في الرجوع غادي يرجع عنده واحد السيد صاحبه اللي كان حتى هو عنده طياره خاصه، يعني يجي عندو 3 موا ويرجع هو وياه. فاش وصل وسط الغابه كاينه واحد البحيره كبيره بزاف، ما بعيداش على كلشي، ما عندهاش حتى سميه. فاش وصل تما اول حاجه دارها هي قاد الخيمه ديالو وقاد المسائل ديالو كاملين ومشى لديك البحيره باش يصيد. كان فرحان بزاف، ما قاده فرحه. اكثر بلاصه كيرتاح فيها بالسعاده هي الغابه والطبيعه، وكان كيعجبو بزاف يكون بوحدو. فاش صيد وسالا رجع للخيمه ديالو وشعل العافيه وجلس كيشوي داك الحوت اللي صيد، وكان فرحان وكيسخن في نفس الوقت. هنا كنهضروا على البرد، على مارس، يعني كان البرد بزاف. وديك 5 شهور كامله اللي جلس تما دوز احسن ايام حياته. صور تصاور زوين بزاف، صيد الحيوانات اللي بغا، تامل في الطبيعه الزوينه اللي دايره به. المهم دوز رحله تماما كيف ما كان باغيها. دا معاه الدفتر ديالو ديال اليوميات، وكان كل نهار كيكتب داكشي اللي كان وقع ليه في داك النهار وشنو المغامرات اللي كان كيعيشهم. وصل الوقت اللي غادي يرجع فيه بحاله. داك النهار فاق وبدا كيجمع في الحوايج ديالو وداكشي الاخر اللي جاب معاه باش يجلس ويتسنى صاحبو اللي غادي يجي عنده يديه. فاش سالا الجميع لقى ان بقى ليه بزاف ديال الماكله اللي معلبه، كان جاب معاه بزاف على المره الاولى فاش جا الغابه. ولكن قال بما انني غادي نرجع بحالي، هاد الماكله ما عندي ما ندير بها. ديك الساعه هز داكشي كامل وداه لديك البحيره اللي كان حداه وبدا كيلوح في ديك الماكله للحوت وشي حوايج اخرين، قال انهم بلا ما يتقل بيهم. فالسالا رجع للخيمه ديالو جلس داخل كيتسنى، تيسمع اصوات ديال الطياره ولكن الوقت كيدوز وما سمع والو. قال مع راسو ماشي مشكل، صافي صاحبي اتفقت معاه على النهار فين غادي يجي عندي يديني، ماشي على الوقت بالضبط، يقدر في اي لحظه يبان ليا. داك النهار كان اخر نهار عنده تما في ديك الغابه، كان موحش صحابو بزاف وموحش يرجع للمدينه اللي كان فيها. وما سخاش بالطبيعه، مشى هز عاوتاني الصناره ديالو ومشى لديك البحيره بدا كيصيد الحوت. وفاش سالا رجع للخيمه شعل العافيه وبدا عاوتاني كيشوي. في نفس الوقت كان كيتسنى باش يسمع الصوت ديال الطياره، ولكن ما سمع والو. في ديك الوقيته كانت العشيه، يعني ما بقى والو، الشمس تغرب وكان البرد في الليل بزاف. كيفاش صاحبو مازال ما جا؟ واش نسى ولا شنو وقع ليه؟ في الاخر ما دا ما جاب، قال صافي دابا يجي.
فسال الماكله، مشى هز اليوميات ديالو وكتب فيهم داكشي اللي دار في اخر النهار ديالو. كتب بلي صور بزاف ديال التصاور زوينين اللي غادي يبيع وغادي يربح فيهم فلوس باش يعاود الرحله واحده اخرى بحال هادي. وكتب بلي صاحبو تعطل عليه شويه، هو جالس تما كان كيكتب، لاحظ بلي الشمس بدات كتغير والحال بدا كيظلام والحس ديال الطياره والو ما كاين حتى شي حاجه. شويه كيبدا كيحس بان خاف، قال يمكن صاحبي نسى الوقت، خاصو يجي في هاد الوقيته يديني. مشكل ما كاين حتى شي طريقه باش يتواصل مع هذيك الساعه. عاود صايب الخيمه ديالو وتخشى لداخل ديالها باش ينعس، وكان كيدعي باش الغد ليه يجي صاحبو، ولكن الغد ليه ما جاش. الايامات تيدوزو وحتى شي طياره ما دازت من ديك الجهه، حتى شي واحد ما كيدوز تما. دازت السيمانه على الموعد اللي خاص صاحبو يجي فيه وما جاش. بقى جالس كيفكر شنو ممكن يدير هاد صاحبو باش نسى هاد الموعد. مهم قال واش غادي يكون مات اولا غادي يكون عنده شي مشكل ولا تشغل. بقى تيفكر ديك الليله اللي كانت فاهم هو وياه قبل ما يتحرك ويا هاد الرحله. كان هو وصاحبو في واحد البار كيشربوا وسكروا شويه، وفي ديك الليله قال له شوف انا غادي نمشي في رحله طويله للغابه، ولكن غتقدر تجي تديني بالطياره ديالك. المهم عطاه التاريخ ديالو مضبوط فاش يجي عنده. قال لي صافي اكيد غادي نجي عندك، ولكن خاصني بعدا نتاكد واش في ديك الوقيته غادي نكون مسالي اولا لا. صاحبو حتى هو كينسى بزاف بسبب الخدمه اللي خدام على داكشي. قال لي حتى نتاكد واش غنكون مسالي اولا لا، غنكون مسافر. وحيت كان متحمس للرحله وفرحان، ما عاودش سول صاحبو الغد ليه واش غادي يكون مسالي ولا لا، وما مشاش يدبر على شي حد اخر اللي غادي يجي يديه. فاش يسالي الرحله ديالو هو صافي مشى على اساس صاحبو هو اللي غادي يجي يديه. فاش تفكر هادشي هز اليوميات ديالو وبقى كيكتب فيهم. قال يمكن صاحبي مشغول، او يمكن ما قلتش لي اصلا على الموعد اللي خاص يجي فيه يديني، حيت في ديك الليله كان سكران شويه. ثم عرف انه فعلا قفرها وما كاينش اللي غادي يجي يديه، وحتى والديه اللي غادي يشوفوه ما غاديش يمشيو لعند البوليس باش يعلموا بالاختفاء ديالو، حيت من قبل كان مشى في واحد الرحله وطول وما رجعش في الوقت اللي كان خاصو يرجع فيه. باه تخلع عليه بزاف ومشى للبوليس باش يعلم بالاختفاء ديالو، وبداو كيقلبوا عليه. وفاش رجع لقى كلشي كيقلب عليه، البوليس والقيامه نايضه على قبلو. طلب من باه باش ما يبقاش واخا يغبر واخا يتعطل ما يرجعش، ما يمشيش عند البوليس ويعلمهم. يعني دابا هو بوحدو في الغابه حتى شي واحد ما غادي يسول فيه. والمشكل الكبير انه كان فصل الشتا غادي يدخل، وما نعاود لكمش على الغابه اشنو البرد اللي كيكون فيها. توصل درجه الحراره حتى ناقص 40 تحت الصفر، يعني مستحيل يقدر يعيش في هاد الظروف. داز شهر كامل صافي تقبل الوضع ديالو انه بوحدو تما، حتى شي واحد ما غادي يجي يعتقو. ولكن واخا هكاك ما يأش، كان كيفكر كيفاش غادي يقدر يعيش تما. دار غلط كبير فاش لاح الماكله وداكشي الاخر اللي كان عنده في البحيره. فاش كيصحاب لي انا صاحبو غادي يجي يديه، وانا شخصيا ما عرفتش علاش لاحو. حتى انا ما بغاش داكشي علاش يلوحو في الماء، يخليه غير تما في شي جهه باش حتى لا جا شي حد او حتى الظروف لديك الجهه يقدر يلقى هداك الشيء يتنفع به. المهم فاش فكر مزيان لقى قدامه جوج حوايج، جوج ديال الحلول. الحل الاول هو يجلس تما ويتقاتل باش يعيش حتى يجي شي واحد بالصدفه ويعتقوه، او عنده حاجه اخرى كيفاش يعيش هي في الغابه، كيعرف يصيد الحوت والحيوانات وكيعرف يشعل العافيه. المهم كيعرف يدير اي حاجه اللي تقدر تسلكو. فقال مع راسو نقدر نجلس بحال هكا كنصيد الحوت، وإلا لقيت قدامي شي حيوان حتى هو نصيدو، حتى والديا نغيب عليهم بزاف ويلاحظوا انني ما جيتش. وديك الساعه غادي يمشيو عند البوليس ويعلموا بالاختفاء ديالي. والحل الثاني اللي جاه في راسو هو يجمع داكشي اللي عنده كامل ويمشي لواحد الفيلاج صغير بعيد عليه ب120 كيلومتر، والناس داك ديال الفيلاج هما اللي كيعيطوا على البوليس ويصيفطوا لشي واحد اللي يديه من تما. المسافه طويله بزاف على الرجل، والطريق صعيبه فيها الجبال وفيها المنحدرات، وابسط حركه يقدر يطيح فيها ويموت، ولا ما غاديش يلقى اللي يقلب عليه تما. كمان بعد البحيره كيلقى ما ياكل، اما الا مشى في الطريق يقدر ما يلقاش شنو يصيد، يقدر ما يلقى حتى شي حاجه في الطريق. وديك البحيره كانت معروفه بكثره الدياب اللي فيها، يعني الا اختار يمشي للفيلاج اللي كاين تما احتمال كبير انه ما عمره غادي يوصل في الاخر.
من بعد فكر مزيان وقرر يجلس حدا البحيرة ويدعي حتى تبان شي طيارة اولا شي حد حيجي نعتقو. هو كان عارف ان شتا على الابواب، يعني خاصو يحاول يصيد الحيوانات ويجففهم ويجفف اللحم ديالهم ويديرو قديد ويخبيه باش يلقى ما ياكل. واي حاجه كان كيديرها وافكاره كاملين كان كيكتبهم في اليوميات ديالو. الايام كدوز وهو ما رجعش لوالديه، وخصوصا باه بدا كيقلب عليه وتخلع عليه بزاف. قال انه واخا يكون هادشي عاجبو بزاف ما يمكنش يطول هاد المده كامله، وكان كيفكر واش يقولها للبوليس ولا يزيد يتسنى. في الاخر قرر انه يعلم البوليس، واخا كان عارف ان هادشي يقدر يقلق ولده، ولكن حيت من قبل كيف ما قلت لكم كان كيتعطل في شي رحله. ولكن قال لي ما تعلمش البوليس واخا نتعطل، واخا هكاك قال غادي نعلمهم، المهم غادي نعرفوا بلي لاباس وصافي. فعلا مشى علمهم، وفي البلاصه داروا الطياره ديالهم الصغيره للجهه فين كان ليهم يمشيو باش يشوفوا واش لاباس ولا لا. النهار اللي غتخرج فعلا فيه الطياره الصغيره للجهه اللي فين كاين باش يشوفوا واش لاباس ولا لا، هذاك النهار هو كان جالس في الخيمه ديالو. شويه هو يسمع الصوت ديال شي طياره. في الاول ما تيقش، قال ما يمكنش، غير كنت خايل، ما يمكنش تكون طياره، ولكن الصوت غادي وكيقرب. فرح بزاف وما قداتو فرحه، دخل عاوتاني كيجري للخيمه ديالو وهز واحد الجاكيطه وبقى كيلوح فيها الفوق باش يشوفوه. وفعلا شافو ودخل تيجري للخيمه باش يبدا يجمع داكشي بالزربه. ساعه طلق من داكشي اللي كان هاز في يديه وخرج كيجري من الخيمه باش يشوف شنو كاين تما. شاف الطياره غادا وكتبعد حتى ما بقاتش كتبان. قال كيفاش، علاش، شنو واقع، علاش مشاو؟ شويه قال يمكن ما لقى كيفاش يهبط بالطياره، وضرب دوره باش يقلب ورجع عندي عاوتاني. وما فهم حتى شي حاجه. علاش في الاول شافو كان متاكد انه شافو، وفي الاخر مشى وخلاه. بقى كيفكر في هذا الموضوع ولكن ما لقى حتى شي جواب منطقي. عاود تاني جا الظلام وصيد عاود تاني باش ياكل وشاعل العافيه ولس حتى يسخن حداها. شويه فاش كل وبغى يدخل الخيمه ديالو باش ينعس، ولكن النعاس ما بغاش يجي. بقوه ما الدماغ ديالو كان كيفكر. ناض عاود تاني وجلس وهز داك الكتوبه ديالو باش يقرا شي حاجه فيهم باش ما يجيش النعاس. وحيت مده وهو في الخلا دوك الكتوبه كاملين اللي جاب معاه قراهم وعاود قراهم حتى ولاو كيجيوه مملين. هو كيقلب في دوك الكتوبه لقى الرخصه ديالو، الرخصه ديال الصيد. يعني اي واحد تيبغي يمشي للغابه يصيد خاص تكون عنده رخصه باش عادي يمكن له يصيد. المهم فاش لقاها هزها وبدا كيقرا فيها. قرا الصفحه الاولى كامله، قلب باش يقرا الصفحه الثانيه. وهو يقرا في الصفحه الثانيه لقى تما شي حاجه اللي غادي يقراها الدمج من الداخل في عروقه بالخوف. وديك الساعه عاد عرف علاش داك البيلوط ما وقفش وصلت حتى لعندو وشافو وضرب الدوره ورجع. من مورا هذاك النهار كان يوميا كيتسنى شي طياره تجي تعتقو وحتى شي حاجه ما بانت. في الاخر صافي استسلم وتقبل الامر وبدا كيفكر في انه يمشي داك الفيلاج ويتقاتل حتى يوصل ليه. ولكن كان فات الفوت. بدات الشتا وبدات الريح بزاف والثلج، ما غاديش يقدر يتحرك بحريه حتى لشي بلاصه. بقى جالس تما حدا ديك البحيره ومقاتل غير باش يعيش وما يموتش. ولكن عاوتاني في البدايه ديال نوفمبر حتى ديك البحيره كيتجمد. دابا ما عنده من يصيد الحوت وما عنده من يهز الماء وما عنده باش يشرب. ما غاديش والعافيه ما غاديش يقدر يشعل حيت الحطب كله غادي يكون فازق. غادي يبقى بحال هكاك حتى يموت بالجوع والبرد. كان داخل في الخيمه وبدا الثلج كيطيح الموت ديال البرد. كان كيفكر في الوضع اللي كان فيه، وفي الاخر عرف انه قدامه حل واحد واللي هو يصفيه على راسو قبل ما يموت شويه بشويه بالجوع والعطش. هز اليوميات ديالو وبدا كيكتب داكشي كله اللي في راسو. كتب رساله لباه وعبر ليه تما على شحال عزيز عليه وعلى شحال كانت حياته زوينه معاه ومع مو. وكتب تما كيفاش كيبيع دوك التصاور والفيديوهات اللي صور في هذه الرحله ويربح الفلوس. وقال له بلي الارباح كاملين ديال داكشي ياخذهم هو، يعني بواه. كتب تما بلي اي حاجه تلقاها في ديك الخيمه ديالو تعطى لبواه الا السلاح يقدروا ياخذوه الناس اللي غادي يلقاو الجثه ديالو. وفي الاخر كتب عافاك ربي يسمح لي على هذا الشيء اللي غادي ندير، راه ما عنديش شي حل اخر. الجمله الاخيره كاع اللي سالا بها الرساله ديالو كيكتب فيها كيقول ان هذا الشيء كامل وطلب السماحه من والديه.
غادي يهز الفردي ديالو وغادي يشارجيه، يحط الرصاصه نيشان في راسو وتيره في راسو، مات. داز الشهر على الموت ديالو. عاوتاني باه مشى لعند البوليس وصدعهم باش يمشيو يطلعوا عليه، وفعلا ناضوا باش يمشيو، ولكن كان البرد، كان الجو صعيب بزاف، ما غاديش يقدروا يمشيو في ديك الوقت. تسناو حتى لشهر اخر وعاد مشاو جوج طيارات باش يشوفوا شنو كيدير، واش باقي تما ولا لا. وصلوا بالضبط للبلاصه فين كاين، لقاو الخيمه ديالو كاينه تما، كانت مسدوده. فاش حلوها لقاو داخل الخيمه الجثه ديالو، وحيت الجو كان متلج تما فما تحللش، بقى هكاك. لقاو داكشي كله ديالو بالتفصيل ديال شنو كان كيطرى ليه تما، اشنو كان كياكل، اشنو وقع ليه في ديك الرحله. المهم كل ما كتبش هادشي ما عمرنا كنا نعرفوا القصه ديالو، وما عمر ما كنا نعرفوا الخطأ البسيط اللي دار واللي كلفو حياته كامله. مات هو في عمره 35 عام. باه فاش ساق الخبار تصدم وما قدرش يتقبل الفكره ديال ان ولده الوحيد يموت بهذه الطريقه. دابا السؤال اللي غادي تكونوا كطرحوا هو علاش داك البيلوت وصل حتى لعندو وشافو واخا هكاك ضرب الدوره ورجع بحالو. قلت لكم قبيله فاش كان كيهز يدو وكيشير ليه، يعني كان هاز غير يد وحده، ويعني مادام كتهز غير يد وحده كتعني انك بخير وما باغيهمش ينقدوك. هادشي اللي كاين في الارشادات. الا جا شي حد في الطياره باش يعتق شي واحد وشاف البيلوت انه هاز غير ايد وحده كيشير بها، يعني انني راني لاباس، غير سيروا بحالكم. فاش شافو هاز ايد وحده كيسحاب ليه راه بخير وبقي باغي يجلس تما، رجع بحالو. وفاش رجع البيلوت لبلاصتو قال لهم البوليس راه باغي يزيد يجلس تما، وقالوها لباه قال لهم هادشي ما يمكنش يبغي يزيد يجلس تما، هو عارف ان الشتا قريب يوصل. قالوا له ايوا هادشي اللي قال ولدك ما يمكنش نجيبوه من تما بزز. هذه هي الارشادات وما كانش عارفهم، حتى هو ما كانش عارفهم براسو. من بعد فاش هز الرخصه ديالو ديال الصيد وقراها عاد شاف هادشي اللي كان كيدير، وشاف الارشادات ديال الرخصه من قبل كان عارف انه خاصو يهز جوج ايدين، يعني هزوني من هنا. اما الا هزيتي غير يد وحده كتعني انك لاباس عليك، غير سيرو. هو مسكين ما عرف هاد المعلومات حتى فات الفوت. يعني اي واحد بغى يمشي لشي بلا مغامره خاصو يعرف ويقرا مزيان ويتبع الارشادات، ماشي غير يجي ويمشي. وما غاديش ياخذوا منك بزاف ديال الوقت باش تعتق راسك وتعتق حياتك لا تحتي في شي مشكل.